بصي يا حبايبي، انا معايا هنا ده قرع كنت انا مخزناه في الفريزر، فانا مطلعاه على النار على طول عشان الشوربه. احط مع الجزر، بصل، وده زعتر فريش ومكعب مرقه. لو ما عندكش زعتر فريش حطي مجفف عادي، مفيش مشكله خالص. تمام. احط عليهم بقى شويه من الميه طبعا، لان انا ما عنديش مرقه، فانا حطيت مرق الدجاج وحطيت الايه الميه، يعني ما نصعبش على نفسنا يعني. خلاص هنسيب كل ده يستوي مع بعض على النار، وبعد كده هنشوف هنعمل الشوربه ازاي. مفيش اسهل من كده يا جماعه، والله العظيم سهله جدا جدا. وهنبقى نشوف بدل ما هنعمل الكريمه هنعمل ايه بدل الكريمه. خليكم معايا. ودلوقتي يا جماعه انا هعمل اكله بسيطه جدا. هعمل فراخ بانيه مشويه على الجريل على البوتاجاز، يعني مش محتاجه اي حاجه. يعني معايا هنا ميه بصل، زعتر، بهارات فراخ، ده توم باودر وبصل باودر زي ما احنا شايفين. معلش لان انا ماسكه الكاميرا المره دي بايديا. هنا معايا توم مفروم، حاجه بسيطه خالص. بابريكا، رشه بسيطه، رشه بسيطه من الكركم. طبعا معايا الملح مكترش قوي، فلفل الاسود، تتبيله بسيطه جدا. طبعا معايا هنا مستردة، اللي ما عندوش مستردة يكتفي بالليمون. حوالي معلقه. شويه من الزيت دوار الشمس. معايا عصرة ليمونة لان انا حاطه مستردة، بس انا بحب طعم الليمون فيها، طعمها حلو جدا. تمام. هنقلب. تمام كده. ومعايا بقى الفراخ اهي. انا طبعا كنت جايبه الفراخ قبل رمضان، قسمتها وقطعتها. كنت جايباها ايام ما كانت الكيلو ب37 جنيه، فكنت مقطعاها شرايح. قطعت الصدور شرايح زي ما احنا شايفين كده اهو، يعني بانيه. وقطعت اللي وراك لوحدها، الفخاد لوحدها، والدبابيس يا جماعه لوحدها، وايه والاجنحه، وعملت منها كمان كفته. خلاص تمام زي ما احنا شايفين كده. نقلب بقى. اعذروني بس لان الستاند اللي بحط عليه التليفون اتكسر. خلاص كده. هي بقى كده هتتحط. لو عايزين تحطوا خل حطوا، بس انا بكتفيت لان اصلا كده كده المستردة بتبقى مززة شوية ففيها الايه الخل. خلاص هغطيها بقى واسيبها في التلاجة حوالي ساعة او ساعتين قبل الفطار، يعني نص ساعة كده او ربع ساعة. مفيش والله العظيم ما بتاخد وقت، بتشوي بسرعة. هبتدي اشويها. هعمل جنبها شوية مكرونة سباكيتي وايه بالصلصة وشوربة القرع زي ما انا وريتكم على النار. ويلا بينا انتظروني ان شاء الله واحنا بنعمل مع بعض بقية الاكل. ودلوقتي حبايبي هعمل معاكم بقى الايه صلصة الطماطم. طبعا بتقولوا صلصة الطماطم بتاع المكرونة ايه اللي حطاه فيها ده؟ بصل وفلفل وجزر، ايه ده؟ طب جربوا مش هتخسروا. انا بحب اعملها كده بتدي طعم حلو جدا. خلاص جربوها وان شاء الله هتعجبكم الطريقه جدا. لو عندكم ريحان، انا عندي الريحان هحط ورقتين. تمام. ولاني انا مش هحمر البصل، انا عملتها قبل كده يا جماعه عندي على القناه.
فناس كتير جربوها وعجبتهم جدا صلصة الطماطم دي جدا بصراحة. يعني كل اللي جربها قال لي حلوة جدا جدا، وما بتاخدش منهم وقت خالص، ولا هيقعدوا بقى يشوحوا بصل على النار ولا الكلام ده. اهو كله اهو زي ما احنا شايفين كله اهو. يا دوب اللي هنحطه هنشوح بس فصين توم وخلاص. تمام، يلا بينا بقى. انا هروح افرمها عشان ما اعملكوا الصوت، وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايبي منظرها، ومش عايزه اقول لكم ريحتها رائعه رائعه رائعه. بصوا الله والله ريحتها جميله من غير ما احط توابل ولا اي حاجه خالص، ريحتها تحفه. يلا هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي، خليكم معايا.